اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، ليلا مع نهارا نلعن بقاتليها، بذكر الصلاة على حبيبي محمد وعلى آل بيت محمد. أخوتي في الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله عندنا هاي الطريقة للبنات اللي متأخر قسمتهن وإن كان العمر كبير. هاي الطريقة مدة 40 يوم. ال10 أيام الأولى نجيب 5 كيلوات تمر، نقرأ عليهن 114 مرة سورة الفاتحة، نقول وجه الله ثواب مولاتي فاطمة الزهراء بنية الشفاء. هذا التمر لازم يخلص ب10 أيام، الصبح الظهر المغرب بالليل، وقت ما يعجبكم تاكلون من عنده. ال10 أيام الثانية نجيب 5 كيلوات ملح، نقرأ عليهن هذا الملح الخشن ما طرش، نقرأ عليهن سورة طه، نقول وجه الله ثواب مولاتي فاطمة الزهراء بنية الشفاء. يوميا الصبح نطلع من هذا الملح قلاص، ندخله ويانا للحمام، نخبطه ويا السطله مال المي داخل الحمام ونشطب بيه نفسنا. هاي مدة 10 أيام لازم يخلص الملح. ال10 أيام الثالثة نجيب 40 بطل مية بالربع، هاي البطال الصغار، نقرأ عليهن سورة الكهف، نقول وجه الله ثواب مولات الزهراء بنية الشفاء. هذا المي لازم يخلص ب10 أيام. بطل نشرب الصبح، بطل الظهر، بطل المغرب، بطل بالليل، لحد ما يخلص المي. ال10 أيام الأخيرة من نخلص نصلي ركعتين مرة واحدة، وجه الله تعالى ثواب المولاتي فاطمة الزهراء، اللي هي يسموها صلاة الاستغاثة بالزهراء سلام الله عليها. ورا ما نطلع من الصلاة نقعد على المصلاية، نرفع ايدينا للسماء، نقول اللهم نويت أن أصلي على محمد وآل محمد 40,000 مرة، واهدي ثوابها لسيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء. على الحكي رافعين ايديكم، قل إلهي كرامة لفاطمة الزهراء وكرامة لأبيها وأمها وكرامة لزوجها وأولادها وبنتها وشهدائها أن ترزقني بالزوج الصالح. تقول إنه بشو تقول إلهي كرامة لفاطمة الزهراء استجب لي دعاء. يوميا لازم تسوون 4000 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد، على مود ب10 أيام تخلص ال40,000. وحق مولاتي فاطمة الزهراء منطقة هاي الطريقة البنية، إذا مو الله سبحانه وتعالى سهل أمرها وزوجتها. ونسألكم الدعاء، وأهم شيء تدعون الوالدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.